السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، النهاردة هنعمل مع بعض صينية بطاطس بدبابيس الأجنحة. معانا دلوقتي في أجنحة، الجناح يعتبر نصه، والدبوس بتاعه اللي هو دوت اللي بيبقى ماسك في الكتف بتاع الفرخة، فاحنا بنقطع معاه حتة كده بيبقى عامل زي الدبابيس. دلوقتي احنا معانا ادي الدبابيس بتاعتها والأجنحة والبطاطس، قشرناها طبعا وغسلناها وحطينا عليها ميه عشان خاطر ما تسودش. ومعانا هنا البصل، معانا هنا ملح وكمون وسبع بهارات وفلفل، معانا هنا الطماطم فرمينها ومصفينها عشان نعمل بيها البطاطس. ودلوقتي معانا الحله على النار، هننزل بالتشويحه، لازم نديها تشويحه كده لما لونها يتغير. طبعا ما بتتحطش كده على طول مع البطاطس عشان ممكن تخليها زفرة وكده. احنا غسلينها ونضفينها ونقعناها في المية بالليمون لمدة ربع ساعة كده، وغسلناها تاني وشطفناها تشطيفة كويسة. دلوقتي حطيناها، هنسيبها شوية لما لونها يتغير، وهننزل عليها بالبصل والملح والفلفل. خليكم معايا لما نكمل الوصفة مع. زي ما احنا شايفين الأجنحة لونها بدأ يتغير. هننزل بالملح والفلفل 7 بهارات، هننزل بشوية من البصل، شوية صغيرين عشان بقية البصل هنعمل بيه صينية البطاطس. وهنقلب مع بعض ونسيبها تتشوح كويس مع البصل والبهارات، وبعد كده هنجهز صينية البطاطس مع بعض. دلوقتي هنجهز صينية البطاطس مع بعض. دلوقتي صفينا البطاطس من المية وغسلناها تاني، هننزل عليها بالبصل وننزل بالبهارات، ملح وفلفل و7 بهارات برضو، وهنقلب مع بعض. هننزل بالطماطم، ودلوقتي الأجنحة نزلناها، هي لسه أساسا ما استوتش بس لونها اتغير واتشوحت كده مع البصل والبهارات. هننزل بالأجنحة في البطاطس اللي احنا عملناها، هنرصها وبعدين هنوريكم شكلها عامل. ودلوقتي رصينا الأجنحة وظبطنا الصينية كده، هنحطها على اكبر عين على البوتاجاز. لما تبدأ تغلي هننزلها في الفرن. احنا دلوقتي ولعنا الفرن عشان يسخن، هنسيبها بس تاخد غلوة كده، وبعد كده هننزلها ونغطيها بورق فويل وندخلها الفرن. خليكم معايا لما نكمل الوصفة ونشوفها مع بعض. دلوقتي الصينية بدأت تغلي معانا اهي، هنطفي عليها واحنا ولعنا الفرن، هنسيبها نغطيها بورق الفويل وندخلها الفرن، ولما تطلع هنشوفها مع بعض هيكون شكلها عامل ازاي. ودلوقتي الصينية طلعت من الفرن، بطاطس استوت والأجنحة استوت، وسيبنا فيها شوية صوص كده عشان طبعا يتاكل مع الرز. ويا ريت لو الوصفة عجبتكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وتعملوا لايك للفيديو، تنزلوا تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.